لقد ظهرت صور وفيديوهات للمشتبه به وكأنها إعلان دعائي. هذه التكنولوجيا الحديثة جعلتنا نعرفه قبل أن يعرف نفسه. يبدو أن صور السيلفي يمكن أن تنقذ العالم، موضة جديدة في عالم الأمان. تخيلوا، تم تلقي أكثر من 7000 نصيحة من الجمهور، وكأنهم يتسابقون ليروا من يستطيع تقديم النصيحة الأكثر جنوناً. لكن في النهاية، كل هذه الأفكار كانت مهمة، والتعاون بين السلطات والمواطنين هنا كان كفيلاً بتغيير اللعبة. ومن بين هؤلاء، كان هناك وزير، مثل بطل فيلم، الذي قرر الإبلاغ عن صديقه المشتبه به. هذا يعني أن العلاقات الشخصية يمكن أن تكون سلاحاً ذو حدين، ومن يدري، قد يكون أوغسطين هو من فقد صديقه في النهاية. بعد وفاته، تم تكريم كيرك، وعليه تم منحه وسام حرية الرئاسة. في عالم السياسة، ملخص القصة هو: كن بطلاً أو كن بمكانه. يبدو أنه كان لديه تأثير كبير على المحافظين، وعلى الأرجح كان لديه حسابات كثيرة في تويتر. التحقيق في الجريمة أثبت أنه كان فعلاً مشهد تعاون بحجم مباراة كرة القدم. لقد تم تلقي أكثر من 7000 نصيحة، وأعتقد أن لكل نصيحة قصة، تماماً مثل أي مسلسلات درامية. يبدو أن الجميع كان يريد أن يكون البطل. سلم المشتبه به نفسه بعد تدخل الوزير الديني، وكأنها مشهد من فيلم درامي. ما الذي حدث؟ هل أخبره؟ أن تعرف؟ يمكنك التوقف عن هذا الشغب. يبدو أن هذا التحول المفاجئ أثار فضول وسائل الإعلام، وكأنهم يبحثون عن انترستينغ فروق. كان هناك جهد مكثف للقبض على المشتبه به، بما في ذلك زيارة المدير الفيدرالي. إنه كأنهم يديرون عرضاً عسكرياً لاستعراض عضلاتهم، ويبدو أن القضية كانت مهمة لهم مثل امتحان نهاية الفصل. الرئيس ترامب دعا إلى عدم استخدام العنف بعد وفاة كيرك، وكأن الجميع قد استمعوا إلى نصائحه في كيف تحافظ على السلم. إذا كانت هناك جوائز للخطابات، فكان سيأخذ واحدة بالتأكيد. يبدو أن لدى كيرك تأثير كبير على المجتمع. وفوق ذلك، تم الإبلاغ عن تلقي السلطات أكثر من 7000 نصيحة و200 مقابلة مع شهود. يبدو أن الناس كانوا يفضلون أن يكونوا جزءاً من القصة أكثر من مشاهدة مسلسلهم المفضل. وهذا كله ساعد في الوصول إلى المشتبه به، عمل جماعي بين الجمهور والسلطات. مع ظهور التكنولوجيا الحديثة، تتزايد الأدلة حول الجريمة. يحدث هذا وكأنها مشابهة للعبة مع الأصدقاء، حيث كل واحد لديه معلوماته الخاصة. يبدو أن تحليل بيانات الهاتف تاريخ الإنترنت أصبح جزءاً من كل تحقيق. لقد شهدت التحقيقات تعاوناً مكثفاً بين الوكالات الفيدرالية والمحلية، وكأنهم يكتبون نصاً لمسرحية درامية. تم إنشاء مركز عمليات في جامعة يوتا، مما يعني أنهم كانوا يعملون على ضمان التنسيق، تماماً مثل فريق كرة سلة في البطولة. تتزايد التساؤلات حول دوافع المشتبه به، حيث يبدو أنه خطة للجريمة وكأنها مشروع مدرسي. الأدلة الأولية تظهر أنه كان لديه خطة واضحة، ومعلومات عن أماكن الهروب، وممكن أنه كان يخطط خطة باء مثل أي طالب يريد ضمان النجاح. هناك خطوات حالية للشرطة تتضمن تنفيذ أوامر التفتيش لجمع المعلومات من الهاتف المحمول للمشتبه به، مما قد يساعد في تحديد موقعه. إنه مثل البحث عن إبرة في كومة قش، لكنهم على الأقل يستعملون تطبيقات حديثة. بالتأكيد هناك اهتمام كبير من وسائل الإعلام والجمهور حول تفاصيل التحقيق، لكن الشفافية هنا مثل غيرها في المدرسة، صعبة دون تعريض سير القضية للخطر. تخيلوا أن تكتشفوا أن أحدكم سرق الحلوى من الآخر. التحقيقات الأولية تظهر أن المشتبه به كان لديه خطة محكمة، حيث نفذ الاغتيال ثم هرب بطريقة مدروسة. كأنها خطة هروب من معلم في الصف، لكن الأمور لم تعمل كما تخيل. تتطلب التحقيقات في الجرائم التي تتضمن العنف السياسي مزيداً من الحذر. يبدو أن الأمن العام وسلامة المحققين على المحك، وكأنهم يشاركون في لعبة الغميضة لكن مع عواقب حقيقية. اعتقال المشتبه به قد يؤدي إلى تغيير في مستوى الطوارئ، وكأنهم في حالة طوارئ على مستوى المدرسة، حيث يلزم الحصول على أوامر قانونية بدلاً من التصرف كالأطفال المجانين. تشعر المشرعين بقلق كبير بسبب هذه الحوادث، وكأنهم يلعبون كرة سلة،
ولكن بدلاً من الكره، يتلقون تهديدات للعنف السياسي. إنه وقت سيء للمشاركة في الفعاليات العامة. تم تحديد هوية روبنسون من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، كأنه شخصية مخفية تظهر في فيلم. يشبه ذلك عندما تحاول التعرف على الأصدقاء من صورهم في الكتاب السنوي. التحقيقات كشفت عن رسائل مشبوهة بين روبنسون وزملائه، وكأنهم كانوا يتبادلون وصفات سحرية بدلاً من خطط العنف. يبدو أن تفاصيلهم تتعلق بأسلحة نارية، وهو أمر غير مقبول في حفلات الشواء. وبعد ذلك، تم اكتشاف بندقية في مكان الجريمة، وكأنها كانت في الفقرة الأخيرة من السيناريو. النقوش الموجودة على الطلقات كانت تشير إلى نواياه العدوانية، وهذا جعل الأمور أكثر تعقيداً. العنف السياسي يختلف عن أنواع العنف الأخرى، لأنه مثل إعصار يهدد حرية التعبير لدينا. إنه كالنار في الغابة، ويجب علينا التعامل مع الأمر بجدية. يتطلب من الجيل الجديد بناء ثقافة تقبل الاختلافات. دعونا نجعل الحوار جزءاً من حياتنا بدلاً من العنف. يمكن لهذه الثقافة أن تكون كما في أفلام الخيال العلمي، تغير مسار التاريخ. الرد على العنف بالكراهية لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة. يحتاج المجتمع إلى اتخاذ قرارات ناضجة، وكأننا نتفاوض على تقسيم شريحة بيتزا. لقد استمرت عملية البحث عن المشتبه به لمدة يوم ونصف، وعندما اعترف المشتبه به لوالده قبل تسليمه، كان ذلك بمثابة مشهد درامي في عائلة محترفة. روبنسون أصبح أكثر تطرفاً سياسياً في الأسابيع الأخيرة، وكأن تلك كانت آخر فصول حياته الدراسية، حيث كان يعبر عن كرهه لتشارلي كيرك، مما زاد من تعقيد الأمور. هناك تحقيقات جارية لفهم الدوافع، وكأنهم يبحثون عن اللغز في فيلم غامض. هذه الخطوات قد تمنع تكرار مثل هذه الأحداث، تماماً مثل عدم الانجرار وراء السلوك السيء. تشير النقوش على خراطيش الرصاص إلى وجود دافع سياسي، مما يثير القلق بشأن العنف. يبدو أنه ينبغي علينا جميعاً التفكير مرتين قبل الحديث. الحاكم شدد على ضرورة تقليل الخطاب السياسي المتوتر، وكأننا نحتاج جميعاً إلى استراحة من التوتر، فقط مثلما نحتاج لقهوة في الصباح. الأدلة المتزايدة تشير إلى أن تايلر كان يتواصل مع آخرين حول خططه. يبدو أن هناك طاقماً مخفياً يخطط لشيء كبير، وكأنهم يكتبون نصوص لفيلم إجرامي. تشمل التحقيقات مستويات مختلفة من السلطات، بدءاً من الحكومة المحلية إلى الفيدرالية. إنه كفيلم حيث يتعاون الجميع لتفسير القضية، لكن مع الكثير من التعقيدات. تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 11,000 نصيحة بشأن القضية، وكأنهم يشجعون الجمهور على المشاركة كموهوبين في البطولة. يبدو أن بعض هذه النصائح ساعدت في تحديد مكان المشتبه به. الرئيس ترامب أشار إلى أهمية الحادث، وكأنه يريد أن يكون جزءاً من القصة، حيث عبر عن حزنه وأكد على ضرورة تحقيق العدالة. هذا الحادث يعكس قضايا أكبر تتعلق بالعنف في البلاد، وكأننا في عرض للأفلام. تفاصيل مهمة تتعلق بتواصل روبنسون وزميله، حيث أرسل رسائل تتضمن معلومات عن السلاح المستخدم، كأنه تسريب من وكالة استخبارات. هذه المعلومات كانت حاسمة في التحقيق. الاعتراف الذي قدمه والد روبنسون بعد التعرف عليه من الصور كان حاسماً، وكأن الأب في فيلم درامي يسرع بإنقاذ ابنه. هذه الخطوة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. تم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، وهو دليل رئيسي قد يؤثر على سير المحاكمة المستقبلية. وكأنهم عثروا على الجائزة الكبرى في لعبة البزق. تحدث الجيران عن معرفة المشتبه به، وكأنهم كانوا يعيشون في مسلسل واقع. تم التعرف عليه من خلال صور في الكتاب المدرسي. من يعلم، قد يكون لديه جمهور كبير. دعونا نسلط الضوء على أهمية عدم الانفعال، فالقادة دعوا المجتمع للتصرف بحكمة. تذكروا، لا أحد يحب أن يكون في قتال بيتزا. تعليقات حاكم ولاية ميشيغان حول تهديدات العنف السياسي وتأثيرها، وكأنهم يحاولون توضيح أهمية حرية التعبير. دعونا نتحدث عن الأمور بدلاً من القتال.